مدينة تازة. هذه المعلمة التاريخية التي عبارة عن دروج تربط ما بين المدينتين تازة السفلى وتازة العليا، واحد أبرز أو الأكثر رواجا بين المدينتين. هذا السور الأثري انهار حوالي 2 سنين، ولا زال الحال كما هو عليه كما ترون، لا إصلاحات ولا أشياء تقي المواطنين أو الراجلين خطر انهيار آخر من هذا السور الأثري. هذا السور يرجع إلى حوالي 100 سنين، عهد الموحدين أو المارينيين أو ما شابه ذلك، لكن لا أحد رممه ولا أحد حاول تنظيف جوانبه من الحجارة وما شابه ذلك. لا زال الحال كما هو عليه. فهل سيحدث لهذا الحائط أو هذا السور الأثري كما حدث لهذا الحائط الذي انهار سنة 1996؟ هذا الحائط 1996، حوالي أو تقريبا 30 سنة، وهذه الأحجار وهذا السور على ما هو عليه. لا أحد رممه ولا أحد نظف جوانبه، رغم أن هناك يوميا مرور العديد من السكان بجانب هذا السور، وكذلك وجود بنايات سكنية بجانب هذا السور. هذا السور سقط سنة 1996 بعد شتاء ممطر وغزير، وتسبب في انهيار جزء من هذا الحائط. لكن لا أحد من المسؤولين، لا من البرلمانيين ولا رؤساء جماعات، أتى وخصص ميزانية معينة لبناء هذا الحائط. هذا الحائط يشتكي يوميا لحاله ويبكي على حاله. فمن المسؤول عن هذه الحالة؟ هل البرلمانيون؟ هل رؤساء الجماعات؟ من المسؤول عن هذه الحالة؟ تازة للأسف، وهذا الفظيع فيها وهو أن من يسير حالها أناس أميون، بعضهم خرج من 9 أو لم يخرج حتى من 9، لم يلج المدرسة قط، وأصبح يسير الشأن المحلي لمدينة تازة. فسيحدث لذلك السور الأثري كما حدث لهذا الحائط سنين وسنين، ولا أحد نظر لحاله.